السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله في الفيديو ده هنتكلم على المالجنانت سكين تيومرز. ايه التيومرز اللي ممكن تيجي في السكين؟ المالجنانت سكين تيومرز بتتقسم لتقسيمه كبيره كده. واحده نون ميلانوما في السكين، يعني مش معتمده على الميلانوسايتس، وميلانوما سكين تيومر معتمده على الميلانوسايت. طبعا اللي مش معتمده على الميلانوسايت هم المعتمده على ايه؟ على اونلي سان اوكسبوزد، يعني فقط في الاماكن في الاماكن اللي بتتعرض للايه؟ للشمس. ليه؟ لان هي مش معتمده على الميلانوسايت، وبالتالي لازم تكون معتمده على حاجه ثانيه. ايه هي الحاجه الثانيه؟ السان اوكسبوزد. فبتطلع في الاماكن اللي بتكون اونلي سان اوكسبوزد. لكن اللي معتمده على الميلانوسايت دي مش محتاجه، او دي مش محتاجه السان اوكسبوزد، لان هي جايه من الميلانوسايت نفسها. فديت بتحصل في الاماكن اللي سان اوكسبوزد والاماكن اللي كفرد برضه. حتى الاماكن اللي كفرد سكين، يعني الكفرد سكين برضه المفروض لا برضه لان هي مش معتمده على السان اوكسبوزد. تمام. دي ابيديرمال ان اوريجين اللي هي نون ميلانوسايت، دي ابيديرمال ان اوريجين. لكن الميلانو دي نيورال كريستين اوريجين. طيب النون ميلانو دي فيفرابل بروجنوزس، لان مش مشكله في جسمك، المشكله جايه من بره، ففيفرابل بروجنوزس. ولكن الميلانو يعني المعتمد على الميلانوسايت دي انفيفرابل بروجنوزس. النون ميلانو هتكون عندنا البيزال سيل كارسينوما والسكويما سيل كارسينوما. طب الميلانوما او الميلانوما بقى اللي معتمد على الميلانوسايت المالجنانت ميلانوما، مالجنانت ميلانوما. تمام. بعد كده هنتكلم على نوع منهم من الثلاثه اللي احنا قلناهم، سكوما سيل وبيزل سيل ومالجنانت ميلانوما. طبعا مشهور ما بين الناس ان الكومن هتكون السكوما سيل كارسينوما، لكن مش دي الحقيقه ان الكومنست تيومر او مالجنانس تيومر في الهيومن هي البيزل سيل كارسينوما، دي الكومنست اكتر حاجه شائعه. طب ايه الديفينيشن بتاعها؟ ده لوكال، مهمه كلمه لوكال، ان هو لوكال مالجنانت تيومر، لوكال مالجنانت تيومر. جاي منين؟ جاي من البيزل سيل لير، مش عشان كده سميناها بيزل سيل كارسينوما. طب ايه الاتيولوجي؟ الاتيولوجي عندنا حاجتين، يا اما بريديسبوزنج فاكتور يا اما بري مالجنانت ليجن، او الاثنين طبعا مع بعض اكيد. ايه هي البريديسبوزنج فاكتور؟ عندنا حاجتين، عندنا كرونيك اريتيشن بسبب الصن او الاكسبوجر لحاجه زي الصن مثلا، الصن لايت كونتيننج الترا فايلوت، او فيزيكال كارسينوجينيس، او كيميكال كارسينوجينيس، او بيولوجيكال كارسينوجينيس، ان انت بتتعرض لحاجات يا اما الصن بيعمل لك البيزل سيل كارسينوما، او حاجات فيزيكالي تتعرض ليها كاريتيشن، او كيميكال اريتيشن، او بيولوجيكال اريتيشن، حاجات تكون كارسينوجينز يعني حاجه تسبب الكانسر. تمام. او اميونو ديفيشنسي زي الترانسبلانتيشن. طبعا واحنا بنعمل عمليات نقل ترانسبلانتيشن لاعضاء، طبعا انت بتقلل المناعه بتاعه المريض لاقل حاجه علشان يقبل العضو الجديد. او المال نيوتريشن او الايدز طبعا اللي هو مرض نقص المناعه. تمام. طيب ايه هي البري مالجنانت ليجن؟ البري مالجنانت ليجن ممكن تكون كرونيك ألسر تعمل لك بيزل سيل كارسينوما، كرونيك ألسر زي الديكيوبيتس ألسر، او زيرو ديرما بيجمنتوزا. الزيرو ديرما بيجمنتوزا ديت بتكون مشكله في قدره الدي ان ايه ان هو يحصل له ريبير، ابسنس اوف الابيليتي تو ريبير من الدي ان ايه اللي دامجد باي الالترا فايلوت. يعني الدي ان ايه لما يتعرض لاشعه الشمس ما عندهوش قدره بسبب اوتوزومال ريسيسيف ديزيز، اوتوزومال ريسيسيف ديزيز، نقص عنده في زي ما اقول الجينات اللي بتخليه يحصل له ريبير، وبالتالي فهيحصل ميوتيشن في ميوتيشن، يحصل ميوتيشنز كتير لحد ما تعمل لك البيزل سيل كارسينوم. الكلينيكالي المريض ده هيكون عنده هيكون عنده فوتوفوبيا، بيخاف اصلا من الشمس، هيكون عنده هايبر بيجمنتيشن للاماكن اللي سان اوكسبوزد. تمام. فاحنا بنتكلم على البري مالجنانت كونديشن، اول حاجه الكرونيك ألسر زي الديكيوبيتس ألسر، ثاني حاجه الزيرو ديجمال بيجمنتوزا، وقلنا دي مشكله في الدي ان ايه اوتوزومال ريسيسيف ديزيز، والجورليت سندروم دي برضه اوتوزومال دومينانت ديزيز برضه، ولكن يعني هي سندروم يعني مشاكل كتيره بتحصل للمريض ده، ومن ضمنهم بيزل سيل كارسينوما، او سبكوتينيوس نيفس اوف جادسون، او الالبينيزم، الناس اللي ما عندهمش ميلانين اصلا. يبقى دي البري مالجنانت ليجن. طيب الباثولوجي بتاعها او الكلينيكال فيتشرز بقى بتاعتها بتكون موجوده فين؟ السايد بتاعها بيكون فين؟ الاماكن اللي سان اوكسبوز. طبعا اكتر مكان سان اوكسبوز هو الوجه، الفيس، 90% موجوده في الفيس، فوق اباف اللاين اللي بيوصل ما بين اللي بيوصل الانجل بتاعه الماوس لحد الايرلوبيول زي ما هو باين في الصوره، من الانجل اوف الماوس لحد الايرلوبيول زي ما هو باين في الصوره. فده بيعمل لك اريا، يعني المثلث ده اللي موجود في الصوره زي ما هو موجود في الصوره كده اسمه سوبوريك اريا. تمام. وممكن تيجي في اماكن ثانيه بنسبه 10%. ايه بقى الانواع بتاعه البيزل سيل كارسينوما؟ الانواع بتاعتها يا اما نون اجريسيف مش قويه، او ممكن تكون اجريسيف. النون اجريسيف هتكون نودولار، وده الايرليست ليجن، اول حاجه بتبدا ان هو يكون نودولار او بوتون تايب شبه الزرار.
تمام تمام. او الارثراتيف تايب اللي هو الرودنت ألسر ارثراتيف تايب، وده الكومنست تايب. يبقى هي البيزل سيل كارسينوما في بدايتها ايرليست ليجن، انه ممكن يكون نودولار، لو لحقته خلاص ممكن يتحول لالسراتيف تايب اللي هي رودنت ألسر، وده الكومن. ادينوسيستيك بيزل سيل كارسينوما او بيجمنتد بيزل سيل كارسينوما شبه النودولار ولكن عندها بيجمنتيشن. تمام تمام. او سوبرفيشال سبريدنج تايب. سوبرفيشال سبريدنج تايب عامل زي الايه الفيلد فاير، يعني منطقه محروقه كده، منطقه كبيره كده محروقه، سوبرفيشال سبريدنج. تمام. دي نون اجريسيف كلها مش قوي، ولكن الاجريسيف تايب منها بدل النودولار تكون مايكرو نودولار. مايكرو نودولار دي اجريسيف. او انفيزيف بيزل سيل كارسينوما، ان هي تبدا تعمل انفيجن الحاجات اللي تحتيها. او توربان بيزل سيل كارسينوما. سكلوروزنج بيزل سيل كارسينوما. فايبرو ابيثيليال تايب او اكسكافيتد تايب او بيزو سكويماس ألسر. بيزو سكويماس ألسر يعني البيزل سيل كارسينوما تحولت لسكويماس سيل كارسينوما. او ميتاتايزنج تايب، هي في العادي ان هي مش بتعمل ميتاستيزيس، لو بقت تعمل ميتاستيزيس بقت ميتاستايزنج ميتاستايزنج تايب. او ريكارنس، يحصل لها ريكارنس تبقى اجريسيف لو جت تاني. يبقى الانواع بتاعتنا اما نون اجريسيف اما اجريسيف. دي شويه اشكال ليها. دي عندنا النودولار او البوتوم تايب زي ما قلنا شبه الزرار اهي، دي الالسراتيف تايب او الرودنت ألسر، دي الايرليست ودي الكومنست. تمام تمام. دي الادينوسيستيك البيضه اهي الادينوسيستيك، ودي البيجمنتد تايب. تمام تمام. طيب شكلها ايه بقى؟ شكلها ايه البيزل سيل كارسينوما؟ هي بتكون سوليد راوندد ماس، تمام، حواليها فايبرس تيشو زي الفل. الماس دي بتتكون من سيلز تحت الميكروسكوب. السيلز اللي في البريفري كولامنر ابيثيليال سيل وباريسيدد، يعني مترصصين رصه محترمه، وفي النص عندنا بوليهايدرال سيل. المهم جدا ان مفيش سيل نست، نو سيل نست. طيب السبريد بتاعها بتعمل دايركت سبريد. تمام. ممكن تيرود او تاذي الاندرلايننج ستراكشر زي السكال، زي ان هي ممكن تدستروي الفيس او تشوهه، ممكن تدستروي النوز او الاي، لان هي لوكالي انفيزيف تيومر بتدمر المكان اللي هي فيه. يبقى السبريد بتاعها دايركت سبريد، وهي لوكالي انفيزيف ليجن زي ما قلنا، ده لوكالي مالجنانت ليجن بيدمر او بيرود الاندرلايننج ستراكشرز زي السكال زي الفيس زي النوز زي الاي، المكان اللي هو بيطلع فيه بيبدا يدمره. تمام. زي ايه بقى الكلينيكال بيكتشرز بتاعته؟ الكلينيكال بيكتشر البيشنت بيكون ميل، لان احنا قلنا اي حاجه اجريسيف بتكون في الميل اكتر. تمام تمام. طيب هي بتكون سمول نديول ويز ألسريت، يعني ممكن البيشنت يحكها فتبقى ألسريشن سمول نديول او ألسر او ايه او ألسر. slowly growing ألسر عندها الفولوينج كرايتيريا اللي احنا هنتكلم عليها. يبقى هي سمول نديول او slowly growing ألسر، يا تكون نديول يا تكون ألسر. لو هي ألسر بقى خد عندك، قال لك slowly growing ألسر النمبر بتاعها يوجوالي سنجل ألسر. طيب السايد بتاعها سوبريك اريا زي ما قلنا، المنطقه اللي ايه الحمراء كده اللي هي السوبريك اريا، السيبوريك اريا المثلث اللي في الوش ده اللي احنا قلنا عليه. السايز بتاعها فاريبل في السايز، الشيب بتاعها راوند او اوفال او ريجولار، لها ديستشارج من بلاد او بص. الدرين بتاعها على الليمف نود مش موجود، يعني هي مش بتعمل انلارجمنت للليمف نود، ما عدا لو حصل لها سكندري انفكشن او بيزو سكويماس ترانسفورميشن، ان هي تتحول لسكويماس سيل كارسينوما. طيب الالسر دي ايه الكرايتيريا بتاعتها؟ ايه المواصفات بتاعتها برضو؟ الالسر بتتكون، اي السر بتتكون من ايدج وفلور وبيز ومارجن. الايدج بتاعتنا هنا انفيرتد ايدج، ودي مهمه جدا، هي ريزد مرتفع ولكن انفيرتد ايدج او رولد. الفلور بتاعها ريد وجرانيولار. البيز بتاعتها انديوريتد ولكن مش بتكستند للايدج، هي البيز بس اللي انديوريتد مش بتروح لحد الايدج، ودي مهمه برضه. والمارجن بتاعتنا هايبريميك بسبب الانفلاميشن، ان هي بتعمل انفلاميشن. المارجن بتاعتها حوالين منها بتكون هايبريميك من ان بيحصل دايليتيشن في الكابيلاري. تمام. ايه هي الكومبليكيشن اللي ممكن تحصل من البيزل سيل كارسينوما؟ ممكن يحصل لها انفكشن، سكندري انفكشن زي ما قلنا، او هيموريدج لما يعمل لها ايه ألسريشن كده يجرحها بصباعه. انفيجن للسراوندنج ستراكشر، ان هي تعمل انفيجن، انها لوكالي انفيزيف ليجن. طيب بيزو سكويماس ترانسفورميشن، ان هي تتحول لسكويماس سيل كارسينوما. امتى بقى؟ لو الريت بتاع الجروس بتاعها مش ان هي سلولي جروينج، لو الريت بتاع الجروس زاد، لو الايدجز بتاعتها كانت انفيرتد، لو بقت ايفيرتد ايدج. قلنا الانديوريشن بتاعها مش بيكستند للمارجن بتاع الالسر، لو اكستند للمارجن بتاع الالسر هتتحول لسكويماس سيل كارسينوما. قلنا ما فيهاش ليمف نود، او الليمف نود بتاعتها يعني مش قوي، ممكن يحصل انلارجمنت للليمف نود لو حصل لها سكندري انفكشن. لكن لو الليمف نود بتاعتها بقت ستوني وهارد وفيكسد فهتتحول لسكويماس سيل كارسينوم. او لو بعتت ديستال ميتاسيس ساعتها هتبقى سكويماس سيل كارسينوم. او ممكن تعمل ديسفيجرمنت للفيس، او تعمل تشوه يعني للمكان اللي هي فيه، او تبعت ديستال ميتاسيس زي ما قلنا لو بقت بيزو سكويماس ترانسفورميشن.
ازاي نشخصها وازاي نعالجها؟ التشخيص طبعا دي تيومر، فهنعمل ايه؟ بايوبسي، ناخد بايوبسي ونعالجها. تمام تمام. او لو بعتت ميتاسيس نعمل اكس راي او ام ار اي علشان نشوف الميتاسيس اللي هي بعتتها لو عملت ديستراكشن للحاجات اللي حواليها. التريتمنت سيرجري، ان احنا هنشيلها وراديو ثيرابي، ودول اللي احنا هنتكلم عليهم، السيرجري والراديو ثيرابي. لكن علشان نشخصها بناخد بايوبسي ونبعتها نحللها. تمام تمام. طب التريتمنت بقى السيرجري. طيب امتى تكون انديكيتد السيرجري؟ السيرجري بتكون انديكيتد لو هو سمول تيومر، حته صغيره كده اقل من 2 سم. طب لو اكبر من 2 سم برضه لازم نشيله. طب لو الليجن التيومر ده فوق كارتلج او فوق بون او فوق الاي لازم تشيله. تمام، علشان ساعتها الراديو ثيرابي هيكون هارمفul، هيأذي التيشو اللي تحتيه دي. تمام تمام. لو هي راديو ريكارنس ألسر او بيجمنت الطيب، البيجمنت الطيب ده لو عالجته بالراديو هيحصل له ايه؟ بالراديو ثيرابي هيحصل له ريكارنس، لو هي راديو ريكارنس ألسر، او راديو ريزيستنس بتقاوم الراديو ثيرابي، او مالتيبل ألسر، في ساعتها لازم تشيلها. طيب بتشيلها ازاي؟ الاوبريشن بتاعتنا ان احنا بنعمل اكسجن ويز سيفتي مارجن، اكسجن ويز سيفتي مارجن، او كيمو سيرجري. يعني ايه كيمو سيرجري؟ كيمو سيرجري ديت ان انت بتعمل ابلكيشن لزنك كلورايد على الليجن اللي انت بتشيله. تمام تمام. او ماوس فريش تكنيك. الماوس فريش تكنيك ان انت بدل ما تحط زنك كلورايد تحط فروزن سيكشن تكنيك، فروزن سيكشن تكنيك. وما تنساش ويز سيفتي مارجن، انت بتاخد حوالي نص او 1 سم من المارجن اللي انت حوالين منها. تمام زي الفل. طب الراديو ثيرابي قال لك 99% من البيزل سيل كارسينوما راديو سينسيتيف، وبالتالي تقدر تعالجها فين؟ بالراديو ثيرابي. ولكن كونترا انديكيشن امتى الراديو ثيرابي؟ زي ما قلنا لو هي عامله انفلتريشن لبون او كارتريج، هتاذي البون والكارتريج لو عملت راديو ثيرابي. لو البيجمنت طيب لان هو ريكارنس، راديو ريكارنس. والمالتيبل ألسر بنشيلها بالسيرجري، علشان اكيد لو عالجت المالتيبل ألسر بالراديو ثيرابي فانت هتاذي البيشنت ده لا محاله. وبكده خلصنا البيزل سيل كارسينوما. هنتكلم عن السكويموس سيل كارسينوما في الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام عليكم.